عمرك سعيت في شيء وأخدت بكل الأسباب اللي ممكن تاخد بيها، وبذلت كل ما عندك ولكن النتيجة كانت غير مرضية ومش زي اللي أنت كنت متوقعه أو مستنيه؟ غالبًا لو حصل لك كده فهتسأل نفسك سؤال منطقي جدًا، وهو ليه هي دي النتيجة النهائية؟ وهو ده بقى عنوان الفيديو، إن الدنيا مش ماشية ضدك، أنت بس اللي مش شايف الصورة كاملة. أنت لمّا تيجي تسأل نفسك ليه هي دي النتيجة بعد ما أنت سعيت وعملت كل اللي عليك، فساعتها هتسأل نفسك ليه بمنظور من 2، أول منظور وهي ليه التذمرية، اللي هو ليه حصل كذا؟ طب ما أنا سعيت وأخدت بكل الأسباب، أنا ما أستحقش النتيجة دي. الطريقة دي في السؤال بتاع ليه كلها تذمر وعدم رضا والكلام ده، ودي كارثة لو أنت عملتها. على الناحية التانية أنت ممكن تسأل نفسك نفس السؤال، ليه حصل كده؟ أو ليه هي دي النتيجة؟ ولكن بمنظور إسلامي هيفهمك فعلًا ليه حصل كده، وهو إنك لما تيجي تسأل نفسك ليه حصل كده، تتفكر في حكمة ربنا اللي ورا الموضوع ده أو ورا النتيجة دي، مش من باب التذمر ولكن من باب محاولة فهم الحكمة الإلهية في الموضوع. مثال تافه شوية على الموضوع ده ولكن يعني هيوصّل لك الفكرة. لما أنا كنت في الثانوية العامة كان هدفي كلية معينة، وذاكرت وكنت باراجع كل أسبوع وما باغيبش من الدروس غير كل فين وفين، يعني كنت ملتزم وباخد بالأسباب. ولكن لمّا خلّصت الثانوي وجا وقت التنسيق والنتيجة وكده، ما جاتليش الكلية اللي أنا كنت عايزها، جات لي كلية تانية ما كانتش في دماغي خالص وما كنتش عايزها. في الأول كنت باسأل نفسي ليه بالطريقة التذمرية، اللي هو طب ما أنا ذاكرت وعملت اللي عليَّ، ليه التنسيق يرفع مرة واحدة وما اخشش الكلية اللي أنا عايزها؟ طريقة ما فيهاش أي رضا، ما فيهاش أي اقتناع، ما فيهاش أي تفكُّر للحكمة الإلهية، فبالتالي كنت معمي عن الصورة الكاملة. ولكن بعد فترة مش كبيرة من الموضوع ده، لقيت إن أنا بعد ما دخلت إعلام اللي هي الكلية اللي ما كانتش في دماغي خالص، حسيت إن أنا فعلًا في المكان الصح، وإن الحمد لله أنا دخلت الكلية دي، والحمد لله ما دخلتش الكلية التانية اللي كانت هدفي، اللي هو فعلًا أنا لقيت نفسي في الإعلام، لقيت نفسي في إن أنا أكلم الناس وكل الحاجات دي. فهنا بس فهمت ليه كل ده حصل، فهمت الحكمة الإلهية، فبالتالي شُفت الصورة كاملة. طيب وإيه بقى نتيجة ده؟ وهي دي أهم نقطة في الفيديو كله، إن إيه النتيجة بتاعة لمّا تتفكر في الحكمة الإلهية وتحاول تشوف الصورة كاملة. رقم 1 هيكون عندك رضا حقيقي بالقدر اللي ربنا كتبه لك، مش رضا اللي هو بالكلام زي ما الناس بيعملوه، اللي هو الحمد لله الواحد راضي، لأ أنت هتكون فعلًا راضي وفعلًا مقتنع. رقم 2 أنت إيمانك هيزيد بشكل مش طبيعي، وده عن تجربة شخصية. لمّا تقعد تتفكر وتحاول تفهم الحكمة ورا كل حاجة بتحصل في حياتك، هتستوعب حكمة ربنا العظيمة، فبالتالي إيمانك فيه هيزيد. ولمّا إيمانك يزيد فيه، فساعتها تتوكل عليه توكل حقيقي أكتر، وبالتالي تدينك هيكون أقوى بعدين. ولكن ملحوظة مهمة جدًا هي إنك ما تعملش أي حاجة من اللي أنا قُلتها في الفيديو غير لمّا تكون فعلًا سعيت، فعلًا أخدت بكل الأسباب اللي في إيدك، وعملت كل اللي عليك، وطلعت النتيجة غير اللي أنت كنت متوقعها وغير اللي أنت كنت تتمناها. هنا بس اقعد تفكّر واسأل نفسك ليه ومش ليه، وتحاول تفهم الحكمة ورا الموضوع. أمّا ما تكونش أنت ما سعيتش خالص أو عملت حاجات حرام في النُص وتيجي تسأل يا ترى ليه ربنا ما وفّقنيش، يعني مش محتاجة. فاسعى واعمل اللي عليك، ولكن لمّا النتيجة ما تكونش مرضية أو غير مقتنع بيها، هنا ابدأ تفكّر في الحكمة الإلهية، وده هيخلّيك عايش حياة سعيدة أكتر مما أنت متخيّل. مش هتبقى شايل هَم حاجة، طول ما أنت مقتنع إن أنت عملت اللي عليك خلاص، هتكون فعلًا راضي بأيًا كانت النتيجة، وهتكون فعلًا مبسوط بيها ومتقبّلها. وده بالتالي هيهدم أي هري وأي وسوسة من الشيطان، اللي هو حلمي ضاع وأنا ما وصلتش اللي أنا عايزه، أكيد أنا شخص فاشل. كل الهري ده مش هيخش دماغك ساعتها، وهتبقى فاهم إن هو وسوسة شيطان، وإن مش من الحكمة إن أنت تقتنع بكلام ما لوش قيمة زي ده. ولو ما تعرفش، ففي دلوقتي خصم على المتابعة الأونلاين، اللي هي أحد الأسباب اللي أنت ممكن تاخد بيها عشان تنظّم من وقتك وتحسّن عاداتك وروتين يومك وترسم طريق واضح للهدف بتاعك، وتجبر نفسك على الالتزام والانضباط عشان تحقق الحاجة اللي أنت عايزها إن شاء الله. فخش دلوقتي ابعت لي كلمة تطوير على الإنستا اللي هتلاقيه في الوصف، وهاقول لك على بقية التفاصيل. وبس كده، صَلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.